السلام عليكم. في رحلة إن أنت تلاقي فرص شغل ريموت كنا اتكلمنا معاكم قبل كده. قلنا أول حاجة إن في قانون واحد أو معادلة ومصطلحات معينة. المصطلحات دي اللي أنت تستخدمها أيا كانت المنصة فين اللي أنت بتدور فيها. تمام. فيما بعد كنا اتكلمنا قبل كده عن المنصات، اتكلمنا عن لينكد إن إزاي إن أنت تسرش على شغل من خلال لينكد إن. اتكلمنا عن منصة تانية اسمها واي كومبينيتور وقلنا إيه هي واي كومبينيتور وإزاي نقدر من خلالها نلاقي فرص شغل ريموت. وكمان اتكلمنا عن منصة تالتة وهي ريموت دوت كوم. ماشي. النهارده خلونا نرجع نكمل باقي التشانلز او المنصات اللي انتوا تقدروا تدوروا عليها على فرص شغل ريموت. واحده منهم وواحده كمان من المنصات اللي احنا كنا بنعتمد عليها بشكل كبير هي وركينج نومادز. واللي بيعجبني في وركينج نومادز هي الفلترز اللي فيها. يعني كل منصه انت ممكن تدخل عليها ممكن تلاقي الفلترز او الحاجات اللي انت بتفلتر بيها او تسيرش بيها مختلفه، او الانبوتس اللي جواها مختلفه. ممكن تدخل ويب سايت تلاقي مثلا السيرش فيه موجود مثلا يو اس اي، جيرماني، مش عارف، يونايتد كينجدوم، حاجات من دي. ممكن تبقى المنطقه اصلا الدول او المناطق او التايم زون مش انكلودد في مثلا الشرق الاوسط او مصر او هكذا. وركينج نومادز من الويب سايتس اللي انا بلاقي فيها الدول العربيه بالتحديد. تقدر تختار من دوله ودوله او حتى تختار المنطقه كلها كميدل ايست مثلا وهكذا. ماشي. فتعالوا النهارده نشوف بقى لو احنا دخلنا على وركينج نومادز الفلترز فيها ازاي وازاي نميك شور من الفرص دي. وهنقول برضه حتى سريعا احنا في الين تالنتس في الجوب بورد عندنا بعد ما بنلاقي الفرص دي ازاي بنعملها فلتريشن او نفيريفاي الفرص دي ازاي. ماشي. اول حاجه هتدخل على workingnomads.com. ماشي. وهنسيب لكم برضه الويب سايت اللينك بتاعه. عندك هنا على اليمين بتلاقي الجوب كاردز او ملخص كده للوظائف، وعندك على الشمال من الناحيه دي في الفلترز. تمام. اول حاجه تعملها احنا زي ما قلنا ان اهم حاجه والقانون الوحيد اللي يساعدك تلاقي فرص شغل ريموت حقيقيه وتكون بالدولار هي الطرق اللي هنقولها بتنفع لكل الشغل، بس هتكون اقرب اكتر او تحديدا للشغل ريموتلي. منصه زي وركينج نومادز هي 100% فوكسد على حاجه زي دي يعني اعتقد. فاول حاجه هي اللوكيشن. تمام. انت عندك في اللوكيشن اول حاجه اختار اني وير. دي يعني الفرص اللي هم حاطين اني وير، بس زي ما شرحنا في فيديو قبل كده برجع له ان اني وير وايميا لازم تتاكد بطريقه تانية اضافيه يعني. ماشي. بعد اني وير حدد هنا بقى اكتب ميدل ايست. هتلاقي ميدل ايست، محددناهاش ميدل ايست. ثالثا بقى ممكن تضيف الدولة بتاعتك. انا في مصر. ماشي. فانا بالنسبة لي هضيف مصر. لو انا مثلا موجود في الامارات او موجود في الاردن او موجود في لبنان او في اي او في فلسطين او في اي دولة تانية، فانا احدد الدولة اللي انا موجود فيها. تمام. لا لكن انا واحنا برضو في اوقات في ريموت في الجوب بورد هنا بنحدد دول معينة مثلا وهكذا، يا اما بنحدد في العموم ميدل ايست. بس لو انا عايز اخصص اكتر فانا بالنسبة لي هختار اني وير ميدل ايست ايجيبت. ايجيبت هي الفوكس الاكبر بالنسبة لي. ميدل ايست معايا واني وير علشان ممكن تكون مناسبة للاثنين. تمام. لو انت بتدور لنفسك فانت ممكن تحدد في الكاتيجوري هنا انت التخصص بتاعك ايه او الاندستري اللي عايز تشتغل فيها، الاكسبيرينس ليفل، البوزيشن تايب زي ما شرحنا لكم في اساسيات التوظيف، مثلا الفول تايم والبارت تايم والكونتراكت. وقلنا ان في فرق ما بين كل واحده التانيه في الحقوق والواجبات والالتزامات والشروط وهكذا. ماشي. بس اهم حاجه اللوكيشن. انا مش هحدد اي حاجه لان انا بسورس كل التخصصات لكل الناس وبنزلها على الجوب بورد. فاول حاجه اللوكيشن. تاني حاجه هنا البوست ديت. انت عايز بتدور على وظائف تكون نزلت في انهي تاريخ. احنا بالنسبه لنا اول حاجه بنخليها توداي. بنخلي احدث حاجه يعني. خلينا احنا كل يوم بندخل نعمل نفس الخطوات في اكتر من منصه. فاحنا بنحدد توداي تشوف الفرص بتاعت النهارده. ماشي. لو ما لقيتش فرص كتيره مثلا فتقدر تخليها مثلا لغايه يومين او ثلاثه او هكذا. فدي فلترت معانا التسع وظائف اللي هي يا اما بتهاير اني وير او ميدل ايست او ايجيبت. هبص هنا الاقي ايميا. ايميا ما هي بتشمل ميدل ايست واني وير جزء منها ايميا. تمام. في فرصه تانية اهي هتلاقي مكتوب فيها اني وير يعني اني وير فعليا. دي اول حاجه ان خلاص الفرص دي ماتشنج فعلا. الخطوه التانية انا بدخل على الوظيفه كده وبقرا الوظيفه قراءه سريعه. ببص كده طيب هي ايميا هل هو محدد عايز دول معينه او تايم زون معين ولا لا. فبقرا كده. انا بالنسبه لي دلوقتي بقرا، ما تستغربش انا بقرا بسرعه بس انا عارف عيني بتبص على ايه. هنا برضو كونفirmation على دي تاني مفيش اي دول مفيش تايم زون مختلف. فكل حاجه حتى الان بالنسبه لي تمام. فكده فاليد مبدئيا لنظره عيني او الفلتريشن بتاع عيني. تاني حاجه الخط انت كده خلاص تمام. بتكليك ابلاي فور ذيس جوب وتدخل بقى تقدم. بالنسبه لنا في الينز اعرف احنا بنسورس الفرص ازاي ونعمل لها فيريفاي ازاي. فانا باخد الفرص دي كوبي. بدخل هنا عندي في اير تيبل. انا مفعل هنا اي اي هنا برومبت معين بيرام بيشتغل يعني. بحط الجوب ديسكريبشن وبحط معاه الابلاي لينك. كده نحاول نجيب الاوريجينال ابلاي لينك. دي طبعا الطريقه لو احنا بنسورس فرص احنا اونلاين من جوب بوردز مختلفه. تمام. في شركات بقى اوقات بتبعت لنا دايركت فدي بتبقى حاجه برضو احسن بكتير يعني. فده لينك الابلكيشن. ماشي. وبعمل هنا ران ايجنت. احنا عندنا الفعلين بقى الاي اي بتاعنا الانترنالي بيفلتر كل الديتيلز بيفيريفاي وريفيو. اول حاجه بيكونفيرم ان هي ماتش ولا نوت ماتش كونفirmation اكتر.
الحاجة التانية انت كده خلاص، لو انت بتدور لنفسك فانت انتهيت عن فكرة apply for this job اللي احنا شفناها هنا. تمام. احنا بالنسبة لنا بقى في aliens venture حطينا هنا التفاصيل كلها، بنكليك run agent. ماشي. الايجنت بقى بيريفيو تاني ويفيريفاي وبيوصل بقى التفاصيل دي بشكل يعني بنعمل لك بيلدينج كلاريتي بشكل حلو قوي على كل التفاصيل، زي مثلا كونفirmation فيها كونفيرمد، مش عارف الكلاريتي سكور في وظيفه واخده 50%، وظيفه واخده 100%. ده بيتكلم قد ايه الشركه دي بتتكلم بوضوح وبتفاصيل عن اللي هم عايزينه بيدوروا عليه، الجوب تايتل، الشركه، الفانكشن، السينيوريتي ليفل، وحتى السالري اللي هو موجوده واحنا عندنا انبوتس عنه. وطبعا حاجه تانية اسمها الينز بي او في، ودي اللي بنقول لك فيها مثلا احنا الفرصه دي شايفين التقييم بتاعها ان هي نايس ولا هوت اوبورتونيتي ولا افريج وهكذا. تمام. الجزء التاني بقى لو حابين نشارك معاكم برضو تعرف ان احنا جوه الينز بقى، يعني احنا دلوقتي بنستخدم الاي اي، بنعرف ان احنا نسورس ونفيريفاي الجوبس اللي بنشاركها معاكم، بحيث بدل ما انت كده كده برضو بنشارك معاكم المصادر والطرق تدوروا ازاي، بس في الينز انت ممكن تختصر كل المنصات دي والطرق دي وتعتمد الجوب بورد بتاعت الينز فينشر، بحيث ان هي بتجمع لك كل الفرص من كل المصادر المختلفه، وكمان بتلاقي معاهم فرص دايركت جايه من شركات جايه تتكلم معانا محتاجين ناس، يعني جايين ينزلوا وظائف عندنا او محتاجين ناس. تمام. فالاي اي بيساعدنا وبيساعدك في الجوبس، في الريموت جوبس، الريموت يو اس دي بينج جوبس بالطريقه دي. الحاجه الثانيه ان انت مثلا لو حد فيكم سجل في الينز فاكيد لاحظ ان في اسسمنت بيعملوه في الاول. الاسسمنت ده بنحاول نتعرف عليك اكتر، لان في اي اي فيتشر تانية شغالين عليها، وهي لما بتساين اب في الينز تقدر تلاقي الوظائف. الحاجه التانية ان هو بيسحب من الوظائف دي اللي بيريليت ليك، اللي هو ليه علاقه بالتخصص بتاعك او ماتشنج معاك، فيبعته لك في الانبوكس بتاعك او الهاب بتاعك بتاع الجوبس. وكمان في اي اي فيتشر اضافيه ان هو كمان حتى يساعدك يعمل لك سمري للجوبس، ملخص للوظيفه، يعمل لك الريليفنسي، انت ليه تقدم على الوظيفه دي وايه الحاجات اللي عندك ان هم بيدوروا عليها والحاجات اللي تقدر تنافس بيها في الوظيفه دي، ويساعدك في بريبريشن كمان للانترفيو هكذا. تمام. ده ليه احنا بنعمل اسسمنت في الاول وبناخد نحاول نتكلم معاك في تفاصيل اكتر. فكده احنا النهارده اتعلمنا عن ازاي ندور على شغل من خلال منصه وركينج نومادز، وحتى برضه حبينا نشارك معاكم احنا بقى الخطوات التانيه، واتس بيهايند ذا سين، احنا بنعمل ايه بعد الخطوه دي علشان يخرج لكم في الاخر الجوب بورد والفرص اللي انتوا بتلاقوها. ماشي. طبعا في اي وقت لو دخلت على الجوب بورد او الويب سايت بتاعنا هتلاقي ايكون اللي هي بيبل بورتال، او لو نيد هيلب، لو عندك اي كومنت عندنا عن الفرص اللي احنا بنشاركها، حابب تقترح علينا شيء ما، عايز تشارك حتى ريفيو عن اي شركه انت تعرفها او دخلت معاها انترفيوز او اشتغلت معاها، او شركه احنا شاركناها قبل كده، تقدر طبعا تدخل وتشير الفيدباك بتاعك. لو قدمت على فرص من خلال الجوب بورد بتاعتنا ودخلت انترفيوز، فحابين جدا ان انت تبعت لنا وتقول لنا عايزين نساعدك ان احنا نحضر معاك للانترفيو، او حتى نفكر مع بعض بصوت عالي ازاي تقدر تستعد للفرصه دي، او لو نقدر كمان لو احنا نعرف بعض كويس وانت جزء اكتف ممبر في الكوميونتي نعمل لك ريكومنديشن كمان. ماشي. مش استنوا فيديوهات تانية ان شاء الله نتكلم في مصادر تانية سواء تلاقي من خلالها فرص شغل ريموت او اي حاجه لها علاقه بالتوظيف عالميا عن بعد يعني.